السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ورجعنا لكم، وموسم الحامض اجانا وبدنا نعمل المخللات الموني. راح نعمل اليوم مخلل نخلي كل الشرق الاوسط يحكوا فيه، يقولوا اكلنا مخلل. فورا خلينا نفوت تفاصيل الفيديو. كل سنة بنعمل مخلل، بس هي السنة راح نعملكم مخلل راح تدعولي عليه بإذن الله. أول شي بنلبس كفوف، أهم شي بنجيب أكبر طشت عنا كمية كبيرة بدنا نشتغل فيها. موسم شتوي ما بكفي لنا كيلو وكيلين. شغلة بدنا نعملها، بدنا نحن نغسل الخيار. هذا الخيار بيحتوي على غبرة شغلة كبيرة، بدنا نغسل الخيار على السوا. نفردوا بهالطريقة وبنغمرهم بالمي مباشرة. بهالطريقة بنخلي مغمور شي 10 دقائق وبعدين بنصفيها. هيك هي غبرة، شايف شلون بتروح؟ هي غبرة وما بتروح الا بنقع المي، يعني ما بدنا والله كل وحدة نفركها هيك نروحها، اجباري بدنا ننقعه بمي مدة 10 دقائق فقط لا غير. بعد 10 دقائق بنطالعهن، بنصفيهن، بنحطن، بنظبطن بجاط بصدر على كيفكم. وفي ملاحظة كمان، يعني نحن عم نطالع الخيار، هي الزهرة لازم ما يكون موجودة، بنشيلها نتخلص منها. تمام؟ نتخلص منها بكل سهولة وبنشيلها وبنشتغل فيها بعدين. هيك كلياتها هي غبر. هلا فورا بنشيل منطالع مع انه نشيل الزهرة. تمام؟ طالع الكمية اللي عنا وبعدين بنكمل. هلا فينا نشوف كمية الغبرة اللي طلعت من الخيار بعد ما غسلناه. طلعوا على الاطراف، شايفين شلون الغبرة؟ تفرجوا شلون هي الزهرة بعد ما شلناها هيك، شايفين؟ وحصلنا على هي النتيجة. تفرجوا. طبعا لسه الكمية ما خلصت معنا، بنخلص الكمية كامل ونبلش نشتغل مع بعض بالأساسيات. تفضل. من اليسار لليمين بهالطريقة. بحب هيك اتمعن وبعدين اكمل شغل عشان يصير عندي طاقة ايجابية. هلا بعد ما غسلناهم كتير كويس وشلنا الزهرة منهم، بنيجي لطريقة التصفيط. طبعا المطربانات اللي بدكم اياهن ما في اي مشكلة، فيكم تستعملوهم. انا بدي استعمل على الكيلو، اول بالاول استخدمه. فيكم تبدأوا بالخمس كيلو، اذا كانت عيلة كبيرة كتير فيكم تستخدموا من 5 كيلات، ولكن انا كيلو بكفيني. تمام؟ عندي انا هون بدي نكه. شوفوا بدنا نحكي شيء اساسي. هلا الشيء الاساسي، في شيء اساسيات بالمخلل وفي شيء منكهات. تمام؟ اساسي ولا اساسي. يعني الاساسي بالمخلل هو عيار الملح، وما تبقى كله اضافات. اتفقنا؟ يعني هالخيار اذا بدك تحطه بقطره ميزات وتحط بس مي وملح صار معك مخلل. اتفقنا لهون؟ ما تبقى كله منكهات، الخل، الثوم، كله منكهات، نقطة واحدة. تمام؟ هلا انا اول شيء بدي انكه كل خيار بالثوم. انا فارم مقشر ثوم ومقاطعه يعني شوي مشان الريحة تتوزع. اتفقنا؟ هلا اول شغله بنعملها، انا هذا منكه مو اساسي، قلنا الاساسي هو عيار الملح، ما تبقى كله منكهات. تمام؟ بدنا نحط بالارضي فقط كمسن. تمام؟ فقط مشان الريحة تطلع من تحت لفوق. تمام؟ وبنجي لطريقة التصفيط. الطريقة اللي بدكم اياها صفطوها، ولكن اذا صفطناها بشكل كويس ما بناخذ مساحة كتير، ما بنستهلك مطربانات كتير. اتفقنا؟ طريقة التصفيط ما في اهون منها. بننيم المطربان هيك وبنصير نحط فيه بهالشكل. طبعا المطربانات بده يكون المغسولات ومعقمات كتير كويس، احسن يعني. بهالطريقة الجميلة صار يتشكل معنا مطربان بشكل جميل جدا جدا. نعبي اول شي الزوايا، بعدين بننزل هالنص. شايفين؟ هلا بنجي
هاي طريقة التصفيط. الكمية كلياتها هيك بدنا نصفطها هيك، ما بنحتاج يعني ما بنستهلك مطربانات كتير. وهيك بعد ما خلصنا تعبيت المخلل الخيار بالقطرميزات بننتقل للمرحلة الأساسية، هي مرحلة عيار الملح. بدنا نحكي شوي هون، ولكن هذا الحكي كله كرمال انه نستفيده وما تحسوا الشيء صعب، انه عامل المخلل صعب. بالبداية اكثر الناس بينتموا لعيار البيضة، وانا بقول لكم انه عيار البيضة صح 100%، ولكن بشرط اذا كان البيض تازة. اتفقنا؟ نحن هلا عم نروح على محل ماركت، تمام؟ هالبيضة بناخذها بنطلع التاريخ مثلا معها الصلاحية لمدة 30 يوم شهر، بس قد له مثلا بالمحل تاريخ الانتاج. اتفقنا؟ وخصوصا بيدخل على برادات وبيطلع. لذلك نحن بنجيب هالبيضة من هالماركت، بنشيل بنجيب هالبيض، بنحط قدامنا هالملح يعني شلون هالمي، بنحط بيضة ونبلش نكت ملح، بنحرك ما ارتفعت البيضة بنكت ملح، بنحرك بنكت ملح، من هيك لترتفع البيضة. بندوق المخلل اخر شي بيطلع مالح صبر. فهمتوا وين القصة؟ فهمتوا وين اللغز؟ انه البيض عم يجي بايت، البيض مو صالح انه نعمل فيه عيار. اتفقنا؟ اذا حبيتوا تعملوا عيار بيض يعني الا ما بين هال 15 بيضة ما يكون وحدة شغالة للعيار، بتشيلوا 5-6 بيضات بتزتوها هنا بقلب العيار ملح، اول وحدة بتطلع بكون هي صالحة لعملية عيار الملح. ولكن انا اشتغلت لكم على شغلة. هلا بما انه الميزان مو موجود بكل بيت، لقينا حل، لقينا طريقة. الطريقة هي بعملية رياضية. قدرنا نجمع مثلا نجيب عيار من البيت، كاسي، طاسي، بريق، عيار موحد يعني عيار معترف عليه، لتر، لترين، 3، 4، نص لتر، ما في اي مشكلة. بس تجمع مع 12 كاسي. انا حسب الكمية اللي عندي اللي بدي استعملها راح استعمل هذا العيار، تمام؟ هذا العيار راح اعبيه ملاته ملح، امسحه. اتفقنا؟ طبعا والملح اللي بدنا نستخدمه ملح خشن، وفي انعم منه بشوي كمان فينا، اما ملح الطعام اياكم ثم اياكم تستخدموا. اتفقنا؟ ما بنستخدم ملح الطعام، ملح صخري حصريا، تمام؟ هيك الملح بده يكونوا. بنعبي القطرميز عنا، نمسحه هيك. انا عندي الكمية كبيرة لذلك بدي استخدم عيار كبير، بنفضل ملح هون. ومن جهة المي فينا نستخدم يا اما الماء المغلي بعد التبريد، يا اما اذا كان عندكم مي نقية بالبيت فيكم تستخدموها، ما في اي مشكلة، بس المهم يكون معقم المي. انا هون حاطط على الغاز مي. طبعا المي السخنة انا بتساعدني اول شيء بتذويب الملح، وثاني شيء معقمة، يعني هي حاطة على الغاز انه عم تتعقم مع المي. بدي اضيف فوقها 12 جراف مي من هذا. ليش؟ لان انا استخدمت هذا العيار، ما بنغير، يعني استخدمت عيار معين. انا مثلا فرضا استخدمت هي الكاسة عيار، تمام؟ استخدم 12 كاسة مي من هي، 12 بالتمام والكمال. بنعد مع بعض: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، هون 12. هلا بنجي للمرحلة الأساسية هو التحريك. كمان هي مرحلة أساسية، إنه ندوب الملح ونخلي الملح يدوب على الأخير. بنحرك يعني شلون فينا انه نطمن ونعرف انه العيار صح 100%؟ انه كمية الملح دابت على السوا، ما بيترسب هيك. يعني هذا اسا بدنا نحركه مشان يدوب. اتفقنا؟ وقت اللي بتصير كمية اكثر من الكمية المطلوبة الملح بيترسب. اتفقنا؟ بنتم نحرك ليختفي الملح عنا.
طبعا والمي السخنة عم تساعدني هون بتذويب الملح بسرعة. شايفين النتيجة؟ الملح عندي هون كله داب، ملح عندي هون كله داب على الأخير. هذا هو عيار البيضة. طبعا إذا بتحبوا تعملوا تيست للمي، أنا عندي بيضة بنغسلها أول شي كتير كويس، نحن وحظنا بتصير ما بتصير. بعد ما غسلناها كتير كويس بننزلها بالمحلول. شايفين البيضة عين الله عليها مستوي. البيض الحمد لله يعني حظنا حلو، سبحان الله كل مرة ما بتزبط معي هيك، هالمرة زبطت. هذا هو العيار المطلوب، يعني هذا التيست هو نظامي 100%. طبعا هلا هون عندي المي سخنة، بنستناها شوي لا تبرد، ما في داعي تبرد على الاخير، ولا تحطوا ببالكم انه والله تبردوها على الاخير، بنخليها بس تصير هيك، يعني وقت اللي نحط اصبعتنا انه تبطل هي اللكعة القوية، فورا بنفضل محلول على الخيار. وخلينا لبين المي ما تبرد خلينا نحط المنكهات مطيبات. تمام؟ كل قطرة ميز بنحط له معلقة سكر. فوظيفة السكر هون مشان يخلي تفاعل الخل مع تفاعل الملح مع وزن طعمة الملح. اتفقنا؟ هي وظيفته. بنحط لهذا القطرة ميز بنحط معلقة مو شاي أكبر من الشاي سكر. هلق بعد ما ضفنا للكل سكر ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي وضع الخل. طبعا الخل يعتبر منكه. تمام؟ في تفاح في عنب، لأن بدي استخدم منكهات. بفضل الخل الأبيض، إنه استخدم أنا خل الأبيض، لأن أنا عم استخدم هون منكهات. تمام؟ أنا ما بدي نكهة عنب أو نكهة تفاح، أنا بدي استخدم منكهات من عندي. اتفقنا؟ هلا إذا كنا عم نستخدم نحن قطرميز كبير صغير بس يكون ربع القطرميز، يعني لهون ناخذ حجم القطرميز بنضيف ربع قطرميز خل. تمام؟ بنضيف خل. هلا المنكه اللي بعده الليمون، بدي انكه كل القطرميزات بالليمون. تمام؟ نحن صار حاطين خل وليمون. اتفقنا؟ مننكه شوي شوي ليمون، ما بنكتر، هيك قدر هيك بس، يعني معلقة طعام فقط لا غير. وفيكم انتو تشرحوا شرايح لكل قطرميز، تحطوا شريحة واحدة. رح احط للتشكيل شرايح، بنحط لكل قطرميز شريحة. طبعا وهيك بيبقى اوفر من المي. الشرايح تحطوهن احسن. وهلا عنا كمان المنكه اللي ما بعد الليمون، النعناع. كمان بدي انكه كل القطرميزات بالنعناع، ورقة ورقة، يعني ورقة ورقتين لكل قطرميز، ما في مشكلة. طريقة جميلة. بعد ما نكهنا، اليوم بدنا ننكه كتير، يعني هالسنة عاملكم مخلل شي على الكيف بإذن الله. هلق ما تبقى النكهات. أنا هون شو عندي نكهات؟ عندنا كزبرة، نعناع يابس، فلفل حمراء، فلفل. أنا قسمت القطرميزات. في عندنا هون بالعيلة ما بياكلوا حد أكل الكزبرة، ما كتير بيحبوه، ولكن أنا بحب هيك طعمات. بدي أخصص إلي مثلا 6 مطربانات فيهن كزبرة. أنا بخلط الكزبرة، بحط كم حبة كزبرة. تمام؟ كزبرة يابسة أو فريش ما في مشكلة. مع الكزبرة بدي أحط لكل واحد شي 5 حبات فلفل أسود. تمام؟ بالإضافة بدي أحط لهم رشة فليفلة. فينا نستخدم قرون فليفلة خضراء أو حمراء، ما في أي مشكلة، ولكن أنا هي متواجدة عندي
بدي استخدمها. هي الخلطة كتير بحبها صراحة، بعشقها يعني. بالاضافة لاخر شي هون راح اضيف شوية نعناع يابسة لكل قطرة ميز. ما تبقى القطرة ميزات كلياتين نكهت فيهن النكهة المناسبة، راح ما اضيف عليهن شي. انا هدول الي راح اخصصهم بالشتوي والباقي للعيال. اتفقنا؟ بعد ما نكهنا هدول ونكهنا هدول راح نضيف عليهم اخر سر. اخر شي هو بدنا نضيف عليهم المحلول الملحي. بعد ما بردت قلنا ما في داعي تبرد على الاخير، بده يكون شوي هيك دافي، ما في اي مشكله. صارت شوي دافي فورا بنفضي عليها المي. وبنغلق اهم شي كمان بنغلق المطربان كتير كويس، يعني بنحط له كيس. اذا تحسوا فيه هواء عم ياخد حطوا كيس واغلقوه على السوا. اتفقنا؟ كمان هي سر من اسرار المخلل. وما بقى عنا الا التسكير. واخيرا الكمية خلصناها مثل ما نكون شايفين النتيجة بتحكي. ولكن النتيجة الاهم معنا من 7 ايام ل10 ايام بدنا نشوف النتيجة المبهرة اكتر. نجاح المخلل، يعني هي السنة بإذن الله ناوي اطعميكم مخلل، راح تدعوا لي عليه، راح تدعوا لي عليه بإذن الله. ملاحظة مشان نحفظ المخلل وما نواجه مشاكل. اول شي ما بدي يواجه اشعة شمس. ثاني شي بده يكون بمحل جاف، ما يصير تحته مي، ما يجي عليه مي. اتفقنا؟ حر شوب ما بده يكون محل معتدل. تمام؟ ومنعد مع بعض من 7 ل10 ايام ونشوف النتيجة بإذن الله. وبعد 7 ايام بالتمام والكمال رجعنا لكم. 7 ايام اخذ معنا مخللنا، وشوفوا لي هالنتيجة ان شاء الله. كله انقلب من اللون الاخضر للون المخلل. نعمل تيست. هذا قطرة ميزة جربته قدام ما افرجيكم النتيجة. مثل ما لنا شايفين الفليفلي وحب الفلفل وحب الكزبرة. اول شغلة بالتيست هي اتفقنا؟ بعدين نجي لهون سمعنا صوت النغم. واحدة تاني. الملوحة يعني اللي بيقول ملح كتير وحطيت كتير ما في هيك شي، يعني ميته بتنشرب. دخيل الله بتقولي عصير. السكر كاسر شوي على الملح. الحموضة الليمون حطيناه. طعمة الفلفل الكزبرة هيك عم تعطي شي. يا عين يا عين عمك. تيست اخر واحد. مو بقولوا 100%، انا بقولكم 1,000,000% انه تجربوا هالوصفة، تجربوا هالطريقة. العيار، الحمض، تضبطوا الوضع، كل الطرق اللي مشيناهن تمشوها بحذافيرها وراح تحصلوا على هاي النتيجة. هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا من صالح دعاءكم، انتظرونا في فيديوهات جديدة. كان معكم الشيف أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.